ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. اولا حابب اشكركم على دعمكم المستمر وتفوقكم في المجال، وان شاء الله اشوفكم حاجة كبيرة في مجال الطيران او مجال السياحة عامة. في الحقيقة انا فاتح الفيديو دوت عشان اكلمكم على حاجة مهمة واعرفكم حاجة كمان. اول حاجة، انا وفرت لكم كتاب، هو ده الكتاب. الكتاب ده هيشرح البيزك بتفصيل دقيق جدا، يعني مهم لكل واحد لسه داخل المجال ولسه بيعرف يعني ايه نظام طيران، ويعني ايه سيستم طيران، ويعني ايه ماديوس، لسه داخل مجال السياحة. الحاجة التانية ان انا هبدأ اعمل كورس تاني جنب كورس اماديوس، كورس تأشيرات، هيكون طبعا مجاني. بس في حاجة كمان نسيت اقول لكم عليها، الكتاب دوت بسعر رمزي 30 جنيه. سعر الكتاب ده 30 جنيه، بتاخد نسخة باسمك الجديد. وكورس التأشيرات هعمله بإذن الله وهنزله هنا على القناة. تاخد النسخة بتاعتك ازاي؟ هو في طريقتين، اما ان هسيب رابط جروب على التليجرام، هتدخل عليه وهتكلمني مباشرة يعني، وتطلب النسخة بتاعتك من الكتاب، او الحاجة التانية اكتب لي في الكومنتات بس ان انت عايز نسختك، وهنتواصل معاك وهنبعتها لك بإذن الله. في حاجة كنت عايز أعيد شرحها معاكم هنا، وهي جدول الرحلات. تعالى نشرح سريعا كده الكود اللي قدامنا دوت قبل ما ندخل على الجدول. EN من القاهرة لجدة يوم 25 مايو. طبعا EN كود ثابت بنفتح بيه الجدول، كلنا عارفين الكلام ده المفروض، يعني الناس الجديدة طبعا تركز معانا جدا. الحاجة التانية CIA، ده اختصار مطار القاهرة. وفوق او في الحلقات السابقة قلنا ازاي نعرف كود المطار واسم الدولة من الكود، وازاي نجيب الكود وكده، واختصارات المطارات وكده. الثلاث حروف اللي بعدها دي مطار جدة، وهو مطار الوصول، ده اختصار مطار جدة، وهو مطار وصول GED. و25 مايو دوت يوم الرحلة. هيبدأ يظهر معانا جدول بالشكل اللي قدامنا ده، 1 و2 و3 دول ايه؟ رقم الرحلة في الجدول. يعني ده 1 ده السطر الأول، 2 ده السطر التاني، يعني ملهاش علاقة بالمقعد. هو يعني الرقم ده متعلق بالجدول بس. الحرفين اللي بعد كده دول اختصار شركة الطيران. اختصار شركة الطيران هما اللي بعد كده. التلات أرقام دول دول رقم الرحلة اللي هي متخصصة، اللي هي متعلقة بشركة الطيران. يعني ال MS دي مصر للطيران، رحلة 663 مصر للطيران. YD درجة المقعد، واحنا قلنا ان درجات المقعد بتبقى 3، الفيرست كلاس والبيزنس كلاس والايكونومي، YD ترمز الى الايكونومي او الدرجة الاقتصادية السياحية. انت كموظف حجز طيران لازم طبعا تكون عارف كله،
بس دي اكتر حاجة هتتعامل معاها لان هي ارخص حاجة. بعد كده دول مطار الاقلاع ومطار الوصول وتاريخ او يوم الاقلاع. رقم 1 ده بقى دي حاجة مهمة جدا. احنا عندنا في سيستم الطيران ايام الاسبوع 7، بس اول يوم مش يوم السبت. معنى ايه الكلام ده؟ يعني السيستم ما يفهمش لو كتبتله هو طبعا 1 2 3 4 5 6 7 كده انت بالنسبة لك فهمتها ان ده من السبت للحد، بس على السيستم لا، السيستم قصدي من السبت للجمعة، صح كده؟ بس السيستم لا، السيستم 1 ده يوم الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اول اسبوع في السيستم في اماديوس بيبدأ يوم الاثنين، 1 2 2 3 4 كده لحد ما توصل لحد. يعني الأسبوع في السيستم بيبدأ من يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد. بعد كده دول الساعات، وقت الإقلاع وقت الوصول. هنا بقى دول ايه بقى؟ ال3 سبعات وال320 وال738 دول متعلقين بالطيارة. دي بتبقى جزء من اسم الطيارة أو نوعها. يعني في طيارات معينة ليها أرقام معينة، يعني كل طيارة ليها رقم. يعني ممكن 77 دي تلاقيها في مصر الطيران وفي جدة، وفي طيران الرياض قصدي، أو طيران السعودية. تمام، يبقى دول نوع الطيارة أو رقم الطيارة. الصفر دي بقى، الصفر دي مهمة جدا. الصفر دي معناها انت هتقف او الراكب او الطيارة هتقف قد ايه في الطريق، هتقف كام مرة. يعني لو الصفر ده سوري، لو الصفر ده مكتوب جنبه 8، يعني مكتوب بداله 8، يبقى الطيارة دي هتقف 8 مرات. مكتوب جنبه 7 هتقف 7 مرات. مكتوب جنبه مرة يبقى هتقف مرة وتبدأ رحلة تانية. تفهم؟ ترانزيت زي كده يعني. اما الصفر دي معناها ان الطيارة دي مش هتقف، دي رحلة مباشرة، وانت كموظف حجز طيران تقدر تختار الرحلة اللي انت عايزها، وهنشرحها في فيديو تاني ازاي تختار. يعني من ضمن الحاجات اللي انت تختارها في الجدول، من ضمن الحاجات اللي انت عايزها في جدول الرحلات بتاعتك، ان انت الرحلة ما تكونش مباشرة بس، لا ده انا عايز الرحلات المباشرة ورحلات الوقوف المتردد والترانزيت وهكذا. فالحلقات الجاية هنقولك ازاي او هنعلمك ازاي تفتح جدول رحلات متعلق بالترانزيت او بالترانزيت بس، او بالترانزيت والرحلات المباشرة كده. وبس، ده فيديو النهاردة. اتمنى مكنش طولت عليكم، واتمنى تكونوا فهمتوا اكتر عن جدول الرحلات، عشان هو موضوع دقيق جدا ولازم تكونوا فاهمينه. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، تدعمونا اكتر واكتر، وتكتبوا كومنتات. وشكرا.